السلام عليكم البنات، اخباركم؟ لاباس عليكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم ان شاء الله باذن الله مسمنات معمرين، وغنوريكم حتى الطريقه ديال التحضير، يعني ديال التجميد ديالهم كيفاش دايره. المهم راك كتعرفوا هذا شهر رمضان كنوجدوا فيه شهوات، باش كنبقاو نتفرغوا الوقت للعباده ان شاء الله باذن الله. اللهم توقفي نهار تعياي فيه مزيان وتهناي شهر كامل. المهم هنايا عملت واحد نصف كيلو من الدقيق الابيض، وعملت هنايا رابعه ديال الفينو. غادي نعمل الملح حسب الذوق، وغادي نعمل واحد طريقه ديال الخميره الفوريه زوينه بزاف، كتخلي هذا المسمن هذا بالنسبه للناس اللي كيكون دارهم المصران ما كيضركمش نهائيا. كنعملو سواء في المسمن الدرفيسه ولا المسمن العادي ولا حتى المسمن المعمر. لي شويه غير راس المعلقه صغيره. صافي غادي نخلط هاد المكونات جيدا، وغادي نجمعهم غير بالماء بارد. بغي متوفر عندكم حتى الماء دافي ديروه مزيان. انا دائما العجينه اللي كنعجن كنخلطها بالماء بارد من الروبيني عادي. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان ونحاول نحصل على واحد العجين اللي يكون رخو شويه، يعني مطلوق شويه. غادي ندلكو غير شي شويه صافي، ونديرو في بلاستيك غذائي باش كيزيد يترخف اكثر. هو كيدلك راسو براسو، ما تحتاجوش تبقاو تدلكو بزاف. صافي خلطو غير هكا بشويه، ديرو هكا في بانيو ولا قصعه. هانتوما انا جمعت العجين وغادي ندلكو غير كنوريكم هكا بيد وحده، وكنصور لكم بيد. ندلكو واحد شويه بيدي ماشي بزاف، ونجمعو بحال هكذا. هانتوما كتحصلوا على واحد العجين اللي كيكون رطب ولكن ما رطبش بزاف، حتى كندير له البلاستيك الغذائي وكنخليه بالضبط لمده ديال نصف ساعه كيدلك راسو براسو، بلا ما ديروه في الثلاجه. غير غطيوه وخليوه. راه مع ديك الطريقه الخميره اللي درتو ما غادي تخمروا ما والو. هنايا غادي ندوزو للحشوه. غادي ناخذ مقلاة اللي تكون غارقه شويه، غادي ندير فيها واحد 4 المعالق كبار ديال الشحمه مقطعه، اي نوع الشحمه عندكم. غادي ندير كذلك واحد نص بصله متوسطه مشلضه، وحبه من الفلفل مشلضه، قطع ديال الزيتون الاخضر اللي مقطع هكا دوائر، واحد جوج ديال الجزرات اللي محكوكين، جوج قرعات اللي هما الكورجيت حتى هما محكوكين، حكيتهم في الحكاكه الغليظه. بالنسبه للتوابل عملت واحد المعلقه صغيره عامره ديال البابريكا، نص معلقه صغيره ديال الكركم، راس معلقه صغيره ديال الفلفل الحار، وراس معلقه ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار. وعملت كذلك واحد طريقه ديال شويه ديال الزنجبيل. صافي وكنخلط هاد المكونات مع بعض جيدا مزيان مزيان. وما تنسوش الملح، ديروا الملح حسب الذوق، لا في العجين ولا في الحشوه باش ما تجيكمش مالحه بزاف بزاف. المهم كتخلطوا هاد المكونات هكا جيدا، وكتضيفوا واحد 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس الا متوفر. ما متوفرش راه ماشي مشكل. صافي هانتوما بالنسبه للعجين كورتوه بحال هكا كويرات، وغنخليهم يرتاحوا واحد 10 ديال الدقائق من بعد ما نغطيهم. بالنسبه لهاد الحشوه هذه ما تنساوش تضيفوا فيها 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون وجوج معالق كبار ديال زيت نباتي. في الاخير هاد الحشوه هذه كنضيف ليها الفيرميسيل بعد ما خليته 5 دقائق في الماء مغلي جيدا، وقطعته بالمقص باش ما كيجيونيش دوك الحبات الفيرميسيل طوال بزاف. صافي كنخلطو مع الحشوه مزيان مزيان. ها هي الحشوه ديالي كنحصل عليها بحال هكا، وكنخليها حتى كتبرد. عاد تبداو تعمروا بها المسمنات ديالكم، ضروري حتى تبرد باش ما كتقطع لكمش المسمن. هاد الحشوه راه ممكن تعمروا بها حتى البريوات كيجيو غزالين بها. فقط كتضيفوا لها غير طون او دجاج او اي حاجه بغيتوها، حوت مثلا. صافي كناخذ كره من الكرات بحال هكا، وكنسرحها هكا على سطح العمل غير بيدي مزيان باستخدام الزيت بحال هكا. هاد الزيت هذا ضفت ليه القليل من البابريكا اللي هي التحميره. صافي كتضغطوا على العجين مزيان وتبداو تعمروه باش كيجيكم مورق وزوين. صافي كنبدا نعمرها هكا بشويه عيني ميزاني هكا تقريبا واحد المعلقه كبيره. هكا كنسرحها على العجين، كطويوه على شكل ظرف بهذه الطريقه هذه اللي درت انا، وتعاودوا تدهنوه من الفوق ومن التحت، وتنزلوه في الطاوه ديال الفرن هي اللي غادي ننزل فيها انا.
وهي النيت اللي غادي ندخلهم يجمدوا فيها في الفريغو. صافي وندوزو لوحده اخرى. هانتوما نعاود معكم الطريقه. كتسرحوا واحد الكره مزيان، كتبسطوها ودهنوها بالزيت اللي مخلط مع البابريكا، وتعمروا بالحشوه. حاولوا ما تعمروهمش بزاف باش ملي كتجيو تقرصوهم ما تخرج لكمش الحشوه من العجين. بصراحه هادو راه معتمدين عندي، هاد الرغايف هادو راه بصراحه هاد المسمنات كيجيو خطيرين، خصوصا الا طيبتهم في الفران. اما حتى في المقلاة الصراحه ما كيعجبونيش بزاف، كيجيو مرخيين ما كيعجبونيش بزاف، كيعجبني حاجه مقرمله هكا في الفران. رائعين والله، الا غزالين البنات، غير جربوهم على حسابي. راه كاين بزاف البنات اللي جربوهم وعجبوهم وبقاو معتمدين عندهم. انا كنعملهم كيف رمضان كيف بلا رمضان، وخصوصا كيجيو غزالين لا مع اتاي ولا حتى مع الحريره، فنين. يعني ما نشكر لكم الحاجه حتى والا انني درتها وراني ديجا منزلاها لكم في عندي في القناه. غير حاولت يعني نعاود نشاركهم معكم ونوريكم الطريقه كيفاش كنجمدهم. هذه طريقه صراحه زوينه، شفت بزاف ديال اليوتيوبرز داروها وجربتها، غزاله. غتهنيكم هاد الطريقه ديال انكم تجمدوا، غزاله. صافي غادي تعاودوا تطويوه بنفس الطريقه على شكل ظرف، ودهنوها بالزيت من الفوق ومن التحت، وتنزلوها في لاطات الفرن ديالكم حتى الاخر. عاد غنبسطهم هكا على شكل مسيمنات. هانتوما شوفوا كيفاش كندير ليها. كنجيب هاد الجهه هكا هنا ونرد الجهه الاخرى حتى هي نخالفه فوق الاخرى. سمحوا لي راني عرفتي شنو كنمونطي لكم لا فيديو ميم طون هزا ولدي خليها على الله وصافي. المهم ولدي كيسلم عليكم من هذا المنبر هذا وكيقول لكم عواشر مباركه. كنقولها لكم كاملين انا ولدي وراجلي، كنقول لكم عواشر مباركه، تدخل عليكم الصحه والهنا وداكشي اللي كتمناه في الخاطر ان شاء الله، وربي يحقق امانيكم كاملين بكم، ويرزق النساء كاملين الذريه الصالحه. الصراحه هذا رمضان هذا اللي جاي مميز عندي بزاف. اولا ما غاديش نصوم غير انا وراجلي الراس في الراس، معنا وليدنا، شي حاجه اللي زوينه بزاف معنا. معنا واحد الحاجه اللي زوينه في هذا رمضان هذا، الصراحه يكون رمضان مميز. صافي هانتوما انا دهنتها بالزيت من الفوق لتحت، غادي ننزلها في اللاطه حتى نكمل الكرات اللي عندي كاملين. وعاد ديك الساعات غادي نبدا نبسطهم بهذه الطريقه هذه في الطاوه ديال الفرن. شوفوا مازال عندي كرات اخرين، غادي ندير واحد البلاستيكه من فوق من هادوك اللي قرصت، ونعاود ننزل وحدين اخرين مقرصين. صافي انا من بعد خديت واحد جوج منهم بحال هكذا وعملتهم في مقلاة وخشيتهم في الفران. انا ما بغيتش نطيبهم زعما فوق البوطه، طيبتهم في الفران باش يجيوني مقرملين بحال هكا. عرفتي راني حمقوني راه مده ما صوبتهمش، عزازين عليا بزاف. انا هذا المسمن هذا المعمر خصوصا بهاد الحشوه هذه واعر زوين بزاف، بلا ما نحتاج نشكروا لكم. كيجي مورق ولذيذ وزوين، والقرمشه يا سلام. ديك الحشوه واحد المذاق فيها ديال الشحمه مع الخضار مع دوك التوابل، شي حاجه واو، بلا ما نشكر لكم. صافي انا عملتهم في لاطه ديال الفرن بحال هكا. وخشيتهم في الكونجيلاتور، يعني في المجمد انا عندي كبير. نتوما يمكن لكم ديروا شويه بشويه، انا ضفتهم كاملين دفعه وحده، فرقت بيناتهم بالبلاستيك، اولا ممكن تفرقوا حتى بورق الزبده كيف قلت لكم. ها نتوما شوفوا ملي كيجمدوا كيفاش كيجيو، تجمدوهم وهما خضرين، ما تخافوا منهم والو، كيبقاو كيف ما هما، غير هو ديروا بلاستيكه ما بين الوحده وحده، فهمتوني؟ اما تقولوا تشمعوهم ولا طيبوهم عاد ديرهم لا غير بحال هكا، راه كيجيو بحال عاد عجنتوهم وعاد عمرتوهم، كيجيو هائلين. انا دوك اللي شفتوني طيبتهم راه حتى جمدتهم عاد طيبتهم الغدلين، الصراحه كيجيو روعه فنين. صافي دابا غادي نجمعهم بحال هكذا كل 4 بوحديتهم في بلاستيكه، ولكن راه كنفرق بين الوحده ووحده، كنفرق بلاستيكه، راه ما كنديرهمش هكا ملاصقين مع بعضياتهم. ما بين الوحده والوحده كندير بيناتهم بلاستيكه، ولا ديروا ورق الزبده كيف قلت لكم. عاد نجمعوهم في الاخر في بلاستيك واحد، اولا ديروا لهم السلوفان. صافي ها نتوما كنحصل عليهم بحال هكا، جمعتهم كاملين، هادو اللي معمرين وهادو اللي حداهم المسمن اللي بلا حشوه، تا هو عجنته البارح وقرصته وصوبته بنفس الطريقه ديال الدقيق وكل شيء.
ديروا نفس الطريقه. ها نتوما شوفوا جمعتهم حتى هما في بلاستيك ونزلهم في المجمد. كيولي عندي هكا المسمن المعمر، المسمن العادي، البريوات الدجاج ديال البطاطا، البريوات معسلين، كلشي هانا عاملاهم في المجمد الا البريوات المعسلين نزلتهم في البلاكار.